السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. هنعمل مع بعض النهاردة رز بلبن، حاجة كده ترطب على القلب. هنعمله بأسرار أشهر المحلات بمكون سحري هيخليلك طعم الرز بلبن ده في حتة تانية خالص. هتطلعيه كريمي جدا زي ما انت شايفاه كده بالظبط، قوامه تحفة، وأوعدك مش هتعمليه غير بالطريقة دي. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف عملنا ازاي. بس يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. يلا بقى نشوف عملنا الجمال ده ازاي. اول حاجة هعملها، هجيب حلة كده على النار وهحط فيها حوالي 4 كوبايات من المية، واول ما يغلوا معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده هنزل عليهم بكوباية واحدة من الرز. الرز انا غسلاه مش نقعاه خالص، مغسول بس بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدأ انزل على طول بالرز كده في المية وهديله تقليبة، وهسيبه يستوي على نار هادية خالص. انا عايزاه يدوب من كتر السوى. واول بقى ما يستوي الرز معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، انا عايزة حباية الرز تكون دايبة خالص معايا، تكون يعني مستوية لدرجة ان هي بتتهري في ايدي. هبدأ انزل كده على طول بكيلو من الحليب. الحليب ده مش مغلي، الحليب ده جاي من عند اللبان او من السوبر ماركت زي ما انتوا شايفين، وبنزل بيه على الرز على طول. هديله كده تقليبة وهبدأ اوطي عليه النار، وهسيبه بقى يتكتك خالص مع نفسه. الحليب بقى انت عايزاه يغلي، هيبدأ يغلي كتير قوي في المرحلة دي. هوطي بس عليه النار وهسيبه يغلي خالص مع نفسه. وده شكل اللبن او الحليب بعد ما بدأ يغلي معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني احنا مش محتاجين ان احنا نغلي اللبن لوحده في الاول خالص. هبدأ اقلبه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وبعد كده هنزل بكوباية الا ربع من السكر. السكر هنا حسب الرغبة، كوباية الا ربع بيخلي طعمه مظبوط جدا. حابة تزودي حابة تقللي براحتك خالص. بعد كده هنجيب بقى المكون السحري بتاعنا، وهو معلقة كبيرة ونص من الكريم شانتيه، معلقة ونص من النشا، وهنزل عليهم بكوباية كده من الحليب. لو مش متوفر هنجيب كوباية من المية، وهنبدأ ندوبهم كويس قوي. وفي المرحلة دي لازم تستخدمي المضرب علشان الكريم شانتيه مش بتدوب بسرعة بالمعلقة. هنقلب كده كويس قوي. وبالنسبة للكريم شانتيه تقدري تستخدمي خام او اللي هي جاهزة الاكياس في السوبر ماركت. وهنزل كمان بباكت واحد بس من الفانيليا، وهدوبهم كويس قوي. واول ما يدوبوا معايا هنزل بيهم بقى على طول كده على الرز بلبن. وانا بقلب لازم التقليب على طول في ساعتها علشان ما يكلكعش معاكي. هبدأ اقلب كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هتلاقي القوام بتاعه اتغير خالص، هتلاقيه بقى قوامه كده تقيل وكريمي. وكده خلاص الرز بلبن بتاعنا جاهز، وما خدش معانا اي وقت خالص. هنبدأ بقى نغرفه في اطباق، يدوب هيتكتك بس معانا كده وهنطفي عليه. هنبدأ بقى نغرفه في البلاد بتاعتنا. شايفين القوام بتاعه عامل ازاي؟ هبدأ كده اغرفه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده بقى هنبدأ نزينه، ولو حابة تسيبيه كده مفيش اي مشكلة. وفي المرحلة دي ممكن تحطيه في بولات تكون بتدخل الفرن لو حابة تعمليه ويكون واخد وش. وده كان شكله بعد ما غرفنا الكمية كلها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بالنسبة بقى للتزيين ده حسب الرغبة. انا بدأت ازينه كده بجوز هند، وبعدين حطيت زبيب زي ما انتوا شايفين كده. لو عندك اي نوع مكسرات حابة تحطيه او متوفر عندك تقدروا تحطيه. هيطلع معاكي ممتاز جدا، وهتعجبك ان شاء الله الطريقة. شايفين بقى الرز بلبن عامل ازاي؟ طبعا لو انت حباه يكون وشه مكشكش زي بتاع المحلات، اول ما يبدأ يهدى كده هتبدأي تغطيه كده بالاسترتش راب. وهتسيبيه شوية هتلاقي الوش بتاعه مكرمش زي بتاع المحلات بالظبط. بس اوعدك ان انت هتلاقي نتيجة احلى كمان من بتاعة المحلات. هتلاقي قوام كريمي، طعم جميل جدا. مش هتبطلي تعمليه بالطريقة دي. هستنى رأيكم في الكومنتات. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي بألف خير. مع السلامة.